السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إثارة وتشويق للسنة الثانية تواليا الهلال في غياب الأنصار، رجوعا إلى قرار الاتحاد الإفريقي بالمنع نسبة إلى ظروف الغير مكتملة في استاد المباراة في استاد الجوهرة الزرقاء. وهنا انضم إلى الزملاء في الاستوديو وفي الحديث عن هذا الموضوع تحديدا. الحقيقة كي نشوف استاد وإمكانيات الجوهرة الزرقاء نشوف أنها خير برشا كملعب. الجوهرة الزرقاء مباراة ديربي النيل بين أزرقه وأبيضه. الهلال ضد الأهلي، قلاع في الكرة الإفريقية والعربية. النادي الأهلي عملاق القارة السمراء ب10 ألقاب و10 نجوم. في أول جول فرصة كبيرة والهدف الأول يضيع بطريقة غريبة، بطريقة عجيبة. ديربي النيل بأزرقه وأبيضه السوداني، مباراة تحسم برشا. العام الماضي رقدنا فيها المباراة. من المفارقة أنه علقت السنة الماضية على ديربي الشامبيون في تاريخ البطولات الافريقيه قبله المساروه بعد الترجي الرياضي التونسي. والديربي يمشي علي معلول يوزع كرة على 20 اوت، ما زالت لا الان اوت سايدر في الجروب هذا. مجموعه صعبه والكاف انطلقت في 92 وكان بطل في الخرطوم. سجل هدف عز الدين يعقوب لل 3-1 للاولمبي من جديد. هو ساعه ما نعرفش وين الجمعه ياكد لي ولا. ولاحظ ملحوظه في خصوصيه المدرب كولر نشوفها في اول ربع ساعه من جهه ياسر. والفرق العربيه لعبت البارح والزمالك يتعادل في الديربي الاول المصري السوداني البارح بالامس 0-0 في بنغازي ضد المريخ. يرجع كوره في الانطلاق محاولين نهائي الكأس الغالية كأس الأبطال. بيرسي تقطع الكرة للفريق الهلالي في داخل علي معلول. لاعب كتب يمشي كرة سهل الشناوي في المتابعة وضربة المرمى بعد البداية الواعدة. رجع اللقاء محصور في وسط الميدان. مباراة تكتيكية. إيبنجي صحيح الخسارة ممنوعة ولكن أيضا حتى في 76 مولدية الجزائر على فتيا كوناكري. الآن كرة خطيرة مرة أخرى عشان كأس أفريقيا الأندر 20 للشباب. كرة توصل وموصولة للحق. السودان أكثر من تفكيره في 3 نقاط. خايف من مرتدات المدرب بنجي. والكرة بامتياز الدفاع السوري. تمشي كرة طويلة ملعوبة من الحارس 27 الأولى. يعني لما تكون التركيبة متاع المنتخب هلال ومريخ وتخرج من دور الأودة العام هذا بدينا نحطوا راسنا توا على الوسادة ويجي النور. 10 سنين العصرية الحديثة. استثمار الكرة، استثمار اللقطة بتسديدة وخطيرة. 1-0 للهلال، 1-0 للهلال. الهلال يباغت الأهلي بفوز صعب في الأبطال. باغت الهلال نظيره الأهلي بفوز صعب وسمين بهدف نظيف مساء اليوم السبت في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة الثالثة في المركز الثاني بسلم ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الأهلي بدون نقاط مع لقاء مؤجل يتبقى له. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مكابي في الدقيقة 52 وأضاع اللاعب نفسه ركلة جزاء في الدقيقة 67. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن تدعموني بلايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله.